والمسلسل بيبدأ في مدينة ناينيتال سنة 2000 مع بطلتنا هاني وبنتها نادية وهم في طريقهم للمدرسة. ونادية كانت متضايقة لأنها بتصحى بدري علشان تروح المدرسة، وبتعرف والدتها إن حلمها لما تكبر تبقى مديرة مدرسة، وده علشان تأخر ميعاد حضور الطلبة، وبيبقى باين عليها إنها طفلة مشاكسة جدا، ووالدتها بتطلب منها تخلي بالها على نفسها لحد لما تيجي تاخدها. بعد كده بنروح لمطعم كروان اللي بتشتغل فيه بطلتنا، ومعاها شخص اسمه في اللي بيسألها عن أحوال بنتها، فبتطمنوا عليها وبتعرفوا انها هتروح السوق تجيب شوية طلبات للمطعم، وهو يروح البنك علشان يخلص اجراءات القرض. واثناء وهي في السوق بتلاحظ ان في حد بيراقبها، وبتتأكد من خلال المراية وبتقدر تستخبى منه، وبتبعت لبنتها رسالة مشفرة بينهم واللي بتتحرك بعدها على طول. اما هاني بتمسك شاكوش وبتمشي ورا الشخص اللي بيراقبها. وساعتها نادية كانت وصلت السينما وعرفت والدتها اللي كانت خلاص هتضرب الشخص، بس واحد بيجي من وراها وبيضربها وبياخدوها في العربية. وبنرجع بالماضي لسنة 1992 مع بطلنا العنيف صاحب العضلات والترابيس باني أو راهي، هو ليه اسمين في المسلسل. المهم بنشوفه وهو طاير بالموتوسيكل وبيقتل عصابة، وبنعرف إن ده مشهد بيتصور وهو شغال دوبلير وبيسلم على صاحبه تشاكو. وساعتها هاني كانت بتعمل كاست لدور في فيلم، وبنعرف إن حلم حياتها إنها تمثل. وفي الوقت ده بيوصل لودو وجاغان عند باني وبيبقوا أصحابه، وعرفوه إن الريس عايزه، فبيقول لهم بعد ما اخلص شغله، وبيرجع يعيد المشهد تاني. وقتها مخرج الفيلم بيعرف هاني انها بنت جميله وهو مستعد يديها دور البطله، بس في المقابل تسمع كلامه وبيتحرش بيها، فبتديله واحده بتضيع الباقي من مستقبله. وبعد شويه بيجي لها باني وبنعرف انهم اصحاب، وبيطلب منها ما تزعلش على اللي حصل، فبتعرفه ان حلم حياتها انها تمثل، بجانب ان بقالها اكتر من 3 شهور ما دفعتش ايجار الاوضه وشكلها كده هتنطرد قريب. فبيقول لها ما تخافيش، وبيعرفها انه جايب لها شغل وفلوسه حلوه، وبيقول لها انه شغال شغلانه تانية غير التمثيل، بس هي مش بتوافق. ولما بتروح بتلاقي نفسها مطروده من الاوضه، فبتمشي وهي بتعيط وبتروح لمكان بيعيشوا فيه البنات المشرده، وطول الليل كانت بتعيط بسبب اللي بيحصل لها. وعندي باني واللي بنعرف انه هو واصحابه يبقوا عصابه كانوا بيعملوا خطه للشغلانه الجديده، واللي هتبقى سرقه كورس من شخص اسمه ديفيد، وهينزل في فندق بكره. وتاني يوم وباني بيعزف على الجيتار بيلاقي هاني قدامه وعرفته انها مستعده تشتغل معاه. وبنرجع لسنة 2000 وهاني مربوطة، وبنتها كانت لسه في السينما والفيلم بيخلص، بس بتستخبى وهاني بتبعت لها انها تكلم في، وبتطلع تكلمه وبتعرفه مكانها. وفي الماضي بيوصل ديفيد الفندق وسط رجالته، وساعتها هاني كانت بتمثل هي واحد، وبيزعقوا لبعض وبيلفتوا انتباه ديفيد. وباني واصحابه كانوا بره، والمفروض ان هاني تشتت ديفيد لحد لما يطلعوا اوضته ويسرقوا الكورس. وفعلا ديفيد بيروح يكلمها وبيقعد معاها. وقتها كانت العصابة وصلت الأوضة وبدأوا يدوروا على الكورس، وديفيد بيعرف هاني ان الشاب اللي كانت بتزعق معاه ما يستاهلهاش وانها تستحق واحد زيه. وهي كانت بتجري في الكلام لحد ما العصابه تنفذ المهمه، بس للاسف مش بيلاقوا الكورس، وبينزلوا وهي بتشوفهم فبتاخد بعضها وبتروح لهم. بس لما بتعرف ان المهمه فشلت طلبت 3 اضعاف اجرها مقابل انها تجيب لهم الكورس، وهم على طول بيوافقوا. بعدها بترجع لديفيد وحطت له منوم في المشروب، وبتلاقي الكورس معاه، بس فجاه بتلاقيه وراها وبيضربها وبتحاول تهرب منه بس بتفشل. ساعتها باني كان خايف عليها واصحابه طلبوا منه يسيبها، فبيقول لهم لا، وقرر انه يرجع ينقذها. وديفيد بيقول لها انت تبع فشوة ولا مين؟ فبتقول له انا مش عارفه انت بتتكلم عن ايه. وهنا بيوصل اللي هيقلبها جحيم وبينزل فيهم ضرب شمال ويمين، وهاني كانت مصدومه من اللي بيعمله الدباح المتين، وبيخلص عليهم وبياخدها هي والكرسي وبيمشوا. بس ديفيد بيكلم واحد اسمه شان وعرفه اللي حصل، وهاني بتسال باني عن فشوة، فبيستغرب بس بيقول لها انا معرفش حد بالاسم ده. ساعتها شان بيشوفهم وبتبدا المطارده بالموتوسيكلات، وباني واصحابه كانوا عايزين يهربوا باي شكل من الاشكال، بس بيقدر شان يوقع جغان، بس باني بسلاحه بيقتل فيهم. لكن المفاجاه لما شان بيضرب طلقه بتيجي في هاني وبتقع، بس عربيه بتخبطه، فبيقدر باني ياخدها على الموتوسيكل وبيهرب من المكان. وتاني يوم بيوصل شان عند مديرته زوني وبيعرفها ان الكورس اتسرق، وكمان هو متاكد ان العصابه دي تبع فشوة. فبتقول له احنا عملنا مشروع اسمه سيف التلوار مخصوص علشان نخلص على فشوة اللي ما نعرفش حاجه عنه غير اسمه المستعار ده، وفي الاخر هو اللي يسرق الكورس. وساعتها بنشوف فشوة اللي كان بيعمل الاكل وكان ولا على باله، وبيوصل عنده باني واللي بيعرفوا انهم عرفوا اسمه المستعار. فبيسالوا عن هاني، فبيقول له انها بخير، بس بيعرفوا ان جغان مات. فبيقول له فشوة كلنا شهداء
الشهداء لهذا العمل يا ابني، ونعم الإخلاص يا حاج فشوى. وفي سنة 2000 في بوخارست بنشوف باني بعد ما فريقه اتفكك بأوامر من فشوى وهو شغال مع فرقة موسيقية. بعد كده بيقعد مع نفسه وبيفضل يفكر في هاني، وبتجيله رسالة انه يشوف البريد الإلكتروني بتاعه. وعند نادية العسولة في كان بيحكي لها حدوتة ووالدتها بتقدر تفك نفسها، وفي بيبقى قلقان عليها جدا، بس نادية هي اللي بتطمنه ان والدتها هتوصل كمان شوية. وفعلا بتطلع على الاتنين وبتنزل فيهم بكل معلمة، وبالسلاح بتخلص على السواق والتاني بتخرمه وبتنط من العربية في اخر لحظة اللي بتقع من على الجبل. وبالليل بتوصل عصابة عند في اللي نايم نادية وبيطلبوا منه انه يديلهم الطفلة وان هاني هي اللي بعتاهم، بس بيعرف انهم كدابين لما بينطقوا اسم الطفلة غلط فبيقتلوه. ونادية بتسمعهم. وعند باني بتجيله رسالة ان هاني عايشة وعنده بنت منها كمان وعايشين في نينيتال وانهم في خطر دلوقتي. ونادية بتطلب من والدتها المساعدة واللي بتفضل تجري بأقصى سرعة علشان تنقذ بنتها. بعد كده بنشوف باني وهو واقف قدام دار الايتام اللي اتربى فيها من صغره، وجوه بيشوف صاحبه تشاكو اللي بقى اقرع وبكرش واتجوز كمان وخلف. وباني عرفه ان لودو قال له ان مراته عايشه وليه بنت منها كمان، وقرر يعرف هي فين. وفي المخبأ السري بتاعهم بيجيبوا الاسلحه بتاعتهم، وباني ما كانش عايز تشاكو يروح معاه لانه بقى متجوز وعنده اسره وهو خايف عليه دلوقتي. بس تشاكو بيقول له انت نسيت مين اللي كان بيحميك زمان لما كنا في الملجأ، وبيروح معاه. وعند ناديه كانت بتعد عدد العصابه وبتاخد حاجتها وبتطلع من الشباك، والعصابة بتدور عليها وهي كانت مستخبية على السطح، بس بتقدر تنزل من على العمود وبتتعور وبتبقى خايفة جدا بس بتقدر تهرب منهم. وقتها بيوصل كيدي الدراع اليمين لفشوى حاليا، والمساعد ناكل عرفوا انهم هيدوروا هنا يمكن يلاقوا حاجة توصلهم لهاني، اللي ساعتها بتوقف عربية وبتاخدها، وده علشان تلحق بنتها اللي بعتت لها مكانها وبتنام من التعب. ولما بتوصل بتندع عليها بس بتبقى نايمة، لكن في اخر لحظة بتصحى وبتشوفها وبيطمنوا على بعض وبيمشوا. بعد كده بنرجع لسنة 92 مع باني وهو بياكل مع فشوى واللي بطلنا بيعتبره ابوه، وبيسأله عن مشروع سيف التلوار ده، فبيقول له ده نظام تتبع اكبر القادة والسياسيين والرجال المهمين في العالم، والناس المسؤولين عن المشروع ده هيقدروا من خلاله يعرفوا كل خطوات الاشخاص اللي عايزين يراقبوهم ويقدروا يعملوا معاهم اللي هم عايزينه. ساعتها زوني بتوصل عند شان اللي بيوريها هاني بس، واللي شافوها بعد مراجعة الكاميرات بس ما يعرفوش عنها اي حاجة، فقالت له ان البنت دي هي اللي هتوصلهم لفشوى وبتأمره يدور عليها. بعد كده بنشوف حياة هاني وهي طفلة وكانت متأثرة بشخصية مشهورة اسمها نادية، وكانت عايشة في قصر الملك اللي متبنيها. وفي مرة ضربت نار والحارس علمها ركوب الخيل، وعند ابن الملك اداها كتاب تقرأه بس والده شافها وضربها بالقلم. وهنا بتفوق بطلتنا بس باني بيهديها وبيشربها مية، وبنعرف ان لما والدتها ماتت اتجوزت شخص اكبر منها بس استغلت انه بيشخر ورمت حاجة في بقه كتمت نفسه ومات، وخدت بعضها وسافرت على مومباي علشان تحقق حلمها وتمثل. وفي الحاضر باني طلب منها تنسى الماضي وعرفها ان زوني مش هتسيبها في حالها وهو متكفل يغير لها اسمها واقامتها علشان تكون في امان، بس هي مش بتوافق لان دي حياتها وهي حرة فيها. وفي يوم بتسأله عن حياته القديمة فبيقول لها بسيطة، وبيعرفها ان في يوم كان في فرح مع والده واللي كان شغال ضابط شرطة وحصل عليهم هجوم وابوه بيموت. بعدها راح يعيش في دار الايتام، وهنا قابل فشوى اللي قرر يغير له حياته وخلاه يعيش في الجنة. فبتسأله هو مع فريق الشر ولا الخير، فبيقول لها كل واحد شايف ان اللي بيعمله خير والدنيا فيها الكسبان والخسران وكل واحد فينا بيحب المكسب. وفي سنة 2000 باني كان مستني لودو يرد عليه، ووقتها بطلتنا كانت مع بنتها في العربية ومروحين على البيت، ونادية بتنام من كتر التعب. وقتها لودو بيرد على باني اللي بيقول له ان ما يعرفش مكان هاني بس يعرف مكان الوحدة 33 ودي تبقى تبع فشوى، وقرروا وقتها انهم يروحوا على هناك ولو العصابة خطفتها هيحرروها. وساعتها هاني بتوصل البيت وبتنيم بنتها. وفي الماضي باني بيروح عند العبقري لودو وده علشان يشوف استخرج المعلومات اللي على الكورس ولا لا، بس بيقول له شويه كده. وبالليل بيروح عند هاني وبيبقى عامل لها مفاجاه، وبيبقى الفيلم اللي مثلت فيه قبل كده، وهو كمان كان طالع في دور مشهد اكشن، وبيفضلوا يمثلوا مع بعض شويه وبيهزروا. وتاني يوم هاني بتطلب منه يضمها للفريق بتاعهم بس هو بيرفض، فبتقول له لا انت لازم توافق، وبتعرفه انها عاشت حياتها مشتته وحاسه انها لقت نفسها هنا. فبيروح لوالده وبيطلب منه يضمها للفريق بالرغم انه مش بيوافق، بس بيوافق لما بيلاقي باني متحمس لها. ومن هنا بيبداوا يدربوها على القتال والتكنولوجيا، وباني كان معاها خطوه بخطوه. وعند فشوى لودو عرفهم ان بعد ما خرج البيانات من الكورس لقى شخص اسمه الدكتور راغو، واللي فشوى بيكون عارفه وكان عايش طول حياته في امريكا، بس قدرت زوني ترجعه الهند وعملوا شركه تكنولوجيا سوا. فبيستنتجوا ان ده مشروع سيف التلوار وان هم اللي شغالين عليه، وبيقرروا انهم يعطلوا المشروع
ده. واثناء وباني بيعلم بطلتنا ضرب النار بتفشل في التصويب، بس بتقول له سيبني اضرب على طريقتي، وبتصيب الاهداف كلها وهو بينصدم، بجانب انها بقت قويه. وعند فيشوا عرفوه ان راغو هيسافر يحضر مؤتمر في صربيا رغم ان بقاله سنين ما سافرش، وهم شاكين انه مسافر علشان يجيب القطعه الاخيره للمشروع، وقرروا يسافروا وراه علشان ياخدوا القطعه منه. اما بطلتنا بقت محترفه حرفيا في فتره قصيره، وكمان عملوا لها هويه مزوره، وبتروح تقابل فيشوا واللي ما كانش مبسوط من وجودها، وعرفها انه مش بيحب الستات ولا بيثق فيهم، وبيقول لباني اي غلطه هتعملها هتبقى في وشك انت. وفي سنه 2000 العصابه بتوصل لورق في بيت في، وبيعرفوا كيدي، وبيبقى الورق فيه عنوان مكان، وشاكين ان هاني فيه اللي ساعتها كانت بتحضر نفسها لاي هجوم محتمل. وفي الوقت ده باني وتشاكو بيوصلوا القاعده وبيعطلوا الكاميرات، وبيقتلوا الناس اللي تحت، وبيطلعوا فوق بالحبال وبيقتلوا المسؤول عن الكاميرات. وبعد تدوير باني بيلاقي احداثيات مكان، بس بيحصل عليهم هجوم وضرب النار بيولع في المكان. وقتها بيوصل كيد القاعده، وجوه كان لسه ضرب النار شغال، وباني كان اللي بيقابله بيخرمه، بس تشاكو بياخد كام طلقه بس بيخلص على اللي ضربه، وبيبقى عايش بفضل القميص الواقي. اما كيدي بياخد باني وبيطيروا على السلم، وبينزلوا على بعض ضربه، بس كيدي كان جامد عليه، لكن باني بيقول له انا بطل المسلسل يالا ولا نسيت. وكده عرفه انه هيقتل هاني وبنته زي ما هيقتله دلوقتي. فباني بيهندله وبيرمي عليه قنبله، بس بيصدها بواحد، وباني وتشاكو بيهربوا، وبيبقى عرفوا مكان هاني اللي وقتها باقي العصابه كانت في الطريق ليها، وشكل الدنيا كده هتولع حريقه. وتاني يوم بتصحى نادية من كابوس واللي بيكون لحظة قتل في، وبتعرف والدتها انها زعلانة جدا عليه، فوالدتها بتطلب منها ما تزعلش. وساعتها باني كان في طريقه ليها، والعصابة بتوصل عندها وبيجي لها اشارة، فبتقول لبنتها ان جه وقت اللعبة، وبتخبيها في صندوق، وبالقناصة بتجيب الاول، وبالمسدس بتخلص على التاني، واللي بعده بسكينة بتشرح فيه، لحد لما بيجي لها جودزيلا ده وبينزل ضرب فيها، بس بتقدر تجيب سلاح وبتخلص عليه هو كمان. وبتلاقي بنتها في وشها، واثناء وهم بيهربوا بتلاقي ناكل في وشها، وبيطلع السكينه وبيطعنها، بس بتطير فيه وبتشقلبه من البيت، وبتاخد بنتها وبتهرب بسرعه. ساعتها كيدي بتجيله مكالمه من ناكل، وعرفوا ان هاني هربت، بجانب ان كده عرفوا ان قاعده 33 اتدمرت، وقرروا انهم يتقابلوا في المقر الرئيسي. وقتها بيوصل باني للبيت، وجوه بيعرف ان هاني خلصت على العصابه، وبيلاقي حاجات بنته ومن ضمنهم الجيتار بتاعها. بعد كده بنرجع لسنه 92، والفريق بيحط خطه مراقبه الدكتور راغو، والمطلوب من هاني تحط له جهاز التصنت ده. وفعلا بتروح المكان اللي هو فيه وبتتعرف عليه، فبيقول لها انت فيكي شبه من مراتي كبير، وبتفضل تجاريه وبتستغل الشخص اللي بيكلمه، وبتزرع فيه جهاز التصنت. وفي الحاضر كانت تعبانه جدا بسبب الاصابه، وبتعرف بنتها انها تستريح شويه، وبتطلب منها ما تخرجش من العربيه نهائي. ساعتها باني كان مع صاحبه، وناديه لما بتلاقي والدتها تعبانه قررت تروح تجيب لها علاج. وقتها ابوها كان بيتفرج على حاجتها، واثناء وهو ماشي هي بتوصل للمكان وبتدخل تجيب علاج لوالدتها، والدكتور بيبقى مستغرب ازاي بنت في سنها ده حافظه اسامي الادويه بالشكل ده. وقتها هاني بتفوق وبتخاف لما مش بتلاقي بنتها، بس بتقابلها وبيمشوا. وفي الماضي كانت بتراقب الدكتور راغو وبيتصنتوا عليه، وهو بيتكلم مع زوني وبيبقى متضايق جدا بسبب الحراسه الكبيره اللي عليه، وعرفها ان في شخص اساسي هيساعدهم في المشروع ده، ولو شاف الحراسه دي مش هينضم ليهم. وقتها الفريق بيبقوا عايزين يعرفوا مين الشخص ده، فبيروحوا ابطالنا يحضروا المحاضره بتاعته، وباني بيشوف حد بيديله كارت، وهاني بتعمل له قهوته وبتعزمه على اكل هندي. فبيقول لها هنا في صربيا مستحيل نلاقي حد بيعمل اكل هندي، وفعلا كان عنده حق، ودي كانت غلطه منها، بس قرروا يتصرفوا. واثناء وهو في الطريق فريق باني بيعطل الطريق علشان حراس زوني ما يلحقوش الدكتور. بعدها بيوصل المطعم ولودو بيجيب ست هنديه تعمل لهم الاكله، بس وبطلتنا بتاكل بتحس بحاجه غريبه، والدكتور بيفضل يتكلم معاها وهي ولا هنا، لحد لما بتفقد الوعي. وفي الحاضر بتأجر بيت لمده يوم، وجوه بتعاقب بنتها لانها طلبت منها ما تنزلش من العربيه، فبتقول لها انها شافتها تعبانه وكانت عايزه تساعدها، وبتعرفها انها مش متضايقه من وقفتها كده على فكره، وبتبقى عنيده قوي البنت دي، بس والدتها بتطلب منها تيجي تنام. وفي الماضي بيوصل فشوى عند الفريق، وبيبقى معاه شخص اسمه كيدي اللي هو في الحاضر مسؤول يجيب بطلتنا الفشوى، وهنعرف ليه بس ما تستعجلوش. وبيبقى منضم الجديد ليهم، بس باني بيبقى مش عايزه، لكن دي بتبقى اوامر البابا، فبيقول له كيدي فين
فين البنت اللي معاكم والمفروض تكون خلصت مهمتها. فبيقول له باني تعليماتك تاخدها مني انا وملكش دعوه بحد، انت فاهم؟ بعدها بيكونوا قلقانين جدا على هاني لانها اتاخرت عليهم ومش عارفين سبب تاخيرها او هي فين اصلا. وفي الحاضر باني بيكلم صاحبه لودو اللي بيبقى مسمعش صوته من زمان جدا، وبنعرف ان المكالمه دي غلط لانها مخالفه للتعليمات اللي واخدينها، بس بيقول له انا عايز منك خدمه. وهاني بترن على فشوه اللي بيعرف ان هي رغم انها ساكته، وبيقول لها انا كنت متوقع منك في اي لحظه انك تخونيني عادي وفعلا عملت كده. وبيقول لها شاطره انك قدرتي تخبي على الكل انك ميته من 8 سنين. اما باني بيطلب من لودو انه يجيب له كل ملفات فشوه، وعلى الناحيه التانيه هاني بتطلب من فشوه انه يبعد بنتها عن الحوارات دي. فبيقول لها موافق بس بشرط انك تنفذي اللي طلبته منك زمان، يا اما بنتك وحبيبك هما الاتنين هيبقوا من الاموات. وفي الوقت ده باني كان في العربية مع تشاكو وبيقول له فشوة كان موقف نظام الوكالة، طب ليه رجع يشغلها دلوقتي؟ بجانب انه بعت رجالته علشان تجيب هاني، وبيبقى مش عارف هو عايز ايه منها، وبيعرفه انه لودو بقى معاهم وطلب منه يجيب له كل ملفات فشوة. ساعتها بطلتنا كانت بتاكل مع بنتها اللي بتسألها هي فعلا كانت شغالة ضابط شرطة، فبتقول لها مش بالظبط، وبتعرفها انها كانت بتشتغل عميلة مع والدها باني. فبتقول لها مش انت قلتي لي ان ابويا كان شغال دوبلير في السينما؟ فبتقول لها كان بيشتغل الاتنين، وعرفتها ان اسمه الحقيقي راهي. فبتقول لها بنتها يا ترى مخبيه عليا ايه تاني يا ست هاني؟ وبتسالها ناديه بعد ما ياكلوا هيروحوا فين؟ فبتقول لها على البيت. بعد كده بنشوف كيدي وهو عند فشوه وبيفضل يهزقه لانه فشل يجيب له بطلتنا لحد عنده، بس بيوعده انه هيعمل المستحيل علشان يجيبها. وفي الماضي بنشوف هاني اللي بتفوق بتلاقي نفسها في المستشفى والدكتوره بتعرفها انها حامل وهي بتنصدم، وبنعرف انها عملت علاقه مع باني. وبيجي دكتور راغو وبياخدها وعنده في البيت بيطمنها انها هتبقى كويسه، وبيعرفها ان زمان مراته كانت حامل بس قرروا ينزلوا الطفل لانهم مش مستعدين للخلفه، وده كان اغبى قرار خده في حياته. وبيطلب منها ما تفكرش انها تعمل كده علشان هتندم، وبيطلب منها تتغذى كويس كمان. وبتلاحظ انه شخص طيب مش شرير. ولما بيدخل جوه بتشوف الكارت اللي اخده من الشخص ساعه المحاضره ومكتوب فيه المركز الثقافي في يوغوسلافيا. وبعد شويه بتوصل للفريق وقالت لهم اللي عرفته، وقرروا يروحوا وراه، بس فشوه طلب منها ما تظهرش لان لو الدكتور راغو شافها او اي حد من فريق زوني الدنيا هتبوظ، لانهم يعرفوا شكلها من تسجيلات الكاميرات في الفندق ساعه المهمه الاولى. بعد كده بتروح تقف مع باني وكانت عايزه تقول له على الحمل بس مش بترضى، وبتعرف باني ان راغو شخص طيب. فبيقول لها ما دام شغال مع اعدائنا يبقى مش طيب وعدو ليهم. فبتقول له طب اوعدني انه مش هيحصل له حاجه. فبيقول لها اوعدك. وفي الحاضر لودو بيدخل مقر فشوه وبينقل الملفات بتاعته، بس الفريق بيعرف وبيحاولوا يعرفوا مكان الشخص اللي بيعمل كده، وفعلا بينجحوا في ده، بس كان اخد الملفات وهرب. وفي الوقت ده بتوصل هاني وبنتها للقصر الملكي اللي اتربت فيه وبتسلم على اخوها الغير شرعي، وبنتها بتبقى مستغربه لانهم بيندهوها بالاميره وبتحس انها في عالم ديزني. وهاني بتقعد مع اخوها وبيقول لها كل لما تبقي في مشكله هتيجي ولا ايه؟ فبتقول له مش عارفه ايه اللي بيخليني اجي هنا، بس بصراحه كده بحس بالامان وانا في المكان ده. فبيقول لها ان والدها تعبان وخلاص بيموت. فبتقول له هو ما يعرفهاش اصلا وهي كانت مجرد بنت اتربت معاهم هنا مش اكتر. فبيقول لها يمكن والدي كان بيعاملك وحش بس انت عارفه ان انا مش شبهه. فبتقول له عارفه. ساعتها بيوصل باني وتشاكو عند لودو اللي بياخدهم في مكان علشان يقعدوا يفكروا، بس لودو بيقول لباني انت ليه بتدور عليها بعد ما خدعتك وغدرت بيك؟ فبيقول له انه اكتشف ان عنده بنت منها ولازم يلاقيها. وفي الماضي فريق فشوه وفريق زوني كانوا بيراقبوا دكتور راغو واللي بيوصل لمعرض لوحات وجوه بيقابل دكتور بافل، وبنعرف هنا ان دكتور بافل معاه اخر قطعه علشان مشروع التلوار ينجح، بس بيسمعوا راغو وهو بيقول ان نفسه المشاريع اللي بيعملوها دي تخدم البشريه وما تقعش في ايد اي حد من الاشرار، وبيبان من كلامه انه شخص شريف. وبافل بيديله القطعه واللي اسمها ارمادا. بعدها بيخرج من المكان وباني بيدي تعليمات للفريق ان محدش يتحرك من مكانه، وبيروح ورا الدكتور وبيثبته بالسلاح. وهاني قررت تخرج من العربيه وباني كان مع الدكتور في المترو، وشان بيشوف هاني وبيجري وراها، وباني بيركب المترو في اخر لحظه وبيطلب من الدكتور القطعه وبيديها له، وبينزلوا من المترو وشان كان مكمل جري ورا بطلتنا اللي بتقدر تثبته بالسلاح وبتضربه طلقه في رجله وبتهرب. اما باني كان مطلوب منه يقتل الدكتور بس مش بيرضى، بس فشوه بيأمره يقتله. وهاني بتسمع الكلام وما كانتش عايزه ده يحصل، وكيدي وتشاكو بيروحوا يخلصوا على بافل وفعلا بيعملوا كده. وفي المترو واحد بيرسم راغو وهاني بتشوفه وبتندع عليه علشان يهرب، بس باني بيوصل وبيخلص عليه. فبتروح تشوفه وبتاخد الرسمه بتاعته وبتهرب. وزوني كانت هتتجنن بسبب اللي حصل، وهاني بتفضل
بتعيط على الدكتور، والقطعة بتوصل لإيد فشوى، وبيكلم الناس اللي شغال معاهم من دول مختلفة، وبيقولوا البعض ان القطعة اللي معاهم دي هتقربهم من اتمام برنامج MK والقضاء على مشروع التلوار. ساعتها زوني بتطمن علشان اللي بيتأسف لها على اللي حصل، وباني كان زعلان بسبب اللي عمله في الدكتور. وبتيجي هاني وبتعرفه انه شخص جبان، وبتسأله انت ليه قتلته، وبتعرفه انه كان عايز يساعد الناس، وبتعرفه انها في المكان الغلط. فبيقول لها انا ما ضربتكيش على ايدك علشان تشتغلي معانا، انت اللي اتحايلت عليا علشان تشتغلي معانا هنا. وبيعرفها ان ده شغلهم لو كان عاجبها. فبتسيبه وبتمشي، وبيحصل ميكس بين الماضي والحاضر مع بطلتنا. وبنشوف هاني وهي رايحة عند زوني، وعرفتها انها مستعدة تساعدها علشان ترجع القطعة. وفي الحاضر بنشوفها وهي معاها رسمة الدكتور، والمفاجأة الكبيرة لما بنلاقي معاها القطعة. وبكده نكون عرفنا فشوى كان عايز ايه منها. وفي سنة 1992 باني بيودع أصحابه بعد المهمة، بعدها بيدخل يلم الحاجة، وبيجي فشوى يبارك لهم على نجاح المهمة. بس كان زعلان من باني لأنه تردد في قتل الدكتور، بس بيعرفهم إن القطعة اللي معاهم مهمة جدا لإتمام برنامج MK بتاعهم، وبيعرفهم إن البرنامج ده خاص بالمراقبة والتسليح، وأفضل بكتير من التلوار اللي كانت هتعمله زوني، وهيقدروا من خلاله السيطرة على الكوكب. وبيعرفهم إن السيطرة بتبدأ من الدمار، بعد هيتحكموا في كل حاجة. والكلام ده مش بيعجب أبطالنا، لأن في أبرياء هيروحوا في الرجلين ملهمش ذنب، وهو ما كانش في دماغه القصة دي. وفي الحاضر لودو بيعرفهم إنهم كانوا وحشينه جدا، وكان نفسه في القعدة دي من زمان، بجانب إنه لما عرف إن فشوى رجع شغل الوكالة تاني ما ترددش إنه يرجع يشتغل، لأنهم بالنسبة له عيلته. ساعتها نادية كانت بتتفرج على مشهد لأبوها في الفيلم، وكانت نفسها تشوفه بوضوح. بعد كده بتروح هاني للملك اللي ما كانش بيتحرك نهائي، وبتقول له عارف بنت نادية عايشة من غير أب زيي، وشكل هاني كده تبقى بنت الراجل ده من الخدامة باين، وهو مش عايز يعترف بيها، الله أعلم. المهم بتجيب المخدة علشان تموته، بس بتضحك عليه وكانت بتخوفه مش أكتر. ساعتها باني كان بيشوف صورة بنته، وهاني بتعرف أخوها إن بنتها في خطر، وفي ناس عايزين يأذوها، علشان كده هي هتروح لهم علشان تخلص الموضوع ده، وهتخلي بنتها معاه هنا لأن ده أأمن مكان ليها. وجوه بتتأسف لبنتها على الموقف اللي هي فيه، فبتقول لها المهم تكون عرفت غلطك وما تعمليش كده تاني. بس والدتها بتعرفها انهم لسه في وضع اللعب، فبتقول لها يلا بينا. فبتقول لها والدتها المرة دي انا هلعب لوحدي وانت هتفضلي هنا. فبنتها بتاخد من شنطتها شريط الفيلم، وبتقول لها ده الضمان اللي هيضمن لي انك هترجعي لي تاني، وبتودعها وبتمشي. ساعتها باني بيخمن ان هاني ممكن تلجأ لزوني لان هي الوحيدة اللي هتقدر تحميها من فشوى، وبيعرفوا ان فشوى كان بيتواصل مع القلعة وده المقر بتاع زوني، وعرفوا كمان ان ليهم مقر قريب من هنا. فبيطلعوا عليه وبيرموا دخان وبيسيطروا عليه، والمفروض انهم موجودين هنا لانهم متأكدين ان هاني هتكلم القلعة في اي وقت، وفعلا ده اللي بيحصل. وبتكلم شام من الشارع وطلبت منه الحماية مقابل قطعة أرمادة، فادالها عنوان تقابله فيه. وفي سنة 92 الفريق بيتحرك علشان يرجع الهند، وفي العربية هاني بتشغل الموقع وشام بيعرف مكانهم بس بيعطل، وبعد محاولات بيرجع يشتغل تاني، والهجوم بيبدأ عليهم والدنيا بتبقى دمار، وبيحاولوا انهم يهربوا فشوى بأي طريقة، وبيبقوا مش عارفين زوني عرفت طريقهم منين، بس بيبصوا لهاني وبيعرفوا ان هي اللي عرفتها، بس عربية بتخبط فيهم وبيضربوا على بعض نار، وهاني بتهرب وفشوى اكتشف انها سرقت القطعة، فبيزعق لباني وعرفوا انه كان عنده حق، وده لما كان رافض ان البنت دي تشتغل معاهم، وعرفوا انه ما عادش بيثق فيه. فبيروح وراها وبيقول لها ليه عملت كده، فبتقول له انها عملت الصح. فبيقول لها الصح انك تطلعيني بالشكل ده قدام والدي. فبتقول له والدك ده شرير وعايز يدمر العالم. فبيقول لها دي حاجه ما تخصكيش، وانا قلت لك قبل كده مش عاجبك الشغل امشي. فبتقول له ما انا ماشيه اهو. فبيقول لها مش قبل ما تديني القطعه، بس مش بترضى تديها له، فبيضرب طلقه جنبها. فبتقول له اعمل حسابك انك هتقتلني انا وابننا، وبتسيبه وبتمشي، وهو كان واقف عاجز بعد اللي سمعه. ساعتها فشوى طلب من كيدي يجيبها، وهي بتوقف عربيه وبتهرب، بس كيدي ضرب عليها نار وولع في العربيه. ساعتها فكروا انها ماتت، وباني ضرب كيدي بالنار انتقاما لحبيبته. وقتها فشوى ادرك ان النهايه جت وسلم نفسه. وبعد شوية زوني بتوصل عنده، والصدمة هنا لما بنعرف انهم يعرفوا بعض من زمان وكانوا اصحاب، وفشوى واللي يبقى اسمه الحقيقي غورو هو اللي قتل جوزها واللي كان صاحب عمره في نفس الوقت. ولما بتسأله عن القطعة عرفها انها ضاعت في ضرب النار. وفي سنة 2000 في التشيك كان في تاجر سلاح اسمه توري من ايطاليا بيبيع صفقة سلاح لفشوى واصحابه، واللي بيشكرهم انهم زمان ساعدوه انه يهرب من القلعة، وعرفهم ان القطعة موجودة بعد غياب 8 سنين وقريب هتبقى معاه. وفي
بعربية هاني بتوصل للمكان اللي شان قال لها عليه، وهناك بتلاقي باني في وشها وبيضربوا بعض، وكانت مفكرة ان باني تبع فشوى، بس بيطمنها وعرفها ان القلعة مش امان ليها ولا لبنتهم، وبيمشوا قبل ما شان يشوفهم. وفي العربية بيسألها ليه فشوى عايزها، فبتقول له ده اللي هنتكلم فيه كمان شوية. وبتسأله ليه القلعة مش امان، فبيعرفها لان جواها خاين، وده اللي هرب فشوى زمان. ساعتها بنشوف شان وهو بيبلغ حد بفشل المهمة، وبيوصلوا ابطالنا عند باقي الفريق، وهاني بتعرفهم لو مستنيين منها انها تعتذر على اللي حصل في الماضي فهي مش هتعمل كده. بعد كده لودو عرفهم ان فشوى كان بيكلم حد من جوه القلعة بهوية المفروض مخفية، بس طبعا ده مش عليه، وبيعرفهم ان اسم الشخص ده ايجل، وبيوريهم صورته والصدمة لما بيعرفوه. وبعد شوية باني بيقول لهاني ليه خبيتي عليا انك عايشة وان عندي بنت منك، فبتقول له لان مش واثقة فيك، لانك مرسخ حياتك كلها علشان شخص واحد وهو فشوى. فبيقول لها مش واثقة فيا، ده انت اكتر حد حبيته في حياتي. فبتحس انها ظلمته وبتتأثر من كلامه، وعرفته ان بنته عايزة تكون عميلة لما تكبر، واخدت ميداليتين ذهبية في الكاراتيه وعنيدة جدا، وكانت عايزة تتعلم ضرب النار، ولما رفضت عرفتني ان لما ولدها يرجع هيعلمها. وبتعرفه كمان انها اخدت منهم كل الصفات الحلوه والوحشه. وبيجي لودو وعرفهم انهم مستعدين، وباني بيطلب من تشاكو يروح لمراته، ولودو بيدي لهاني جهازين علشان تقدر تتواصل مع بنتها بشكل افضل وتعرف مكانها بسهوله. وفي سنه 99 فشوى كان لسه مسجون، وبيحكي لزوني قصته مع صاحب عمره رينزي واللي يبقى جوزها، والمفروض ان فشوى متهم بقتله، بس بيعرفها ان كل ده كذب، وان اخر مهمه كان متفق معاه يتقابلوا في مكان وهو اتاخر عليه، وبعدها عرف انه مات. وبيعرفها ان كان عندهم حلم. ساعتها هاني بتروح تقابل شان وبتقول له ان في شخص في القلعه خاين وهو اللي يساعد فشوى انه يهرب. وفشوى بيعرف زوني انه كان متفق مع جوزها انهم يهربوا من منظمه سيتاديل، ودي المنظمه اللي زوني تابع عليها دلوقتي. وبنعرف ان فشوى كان منضم ليهم زمان، بس قرر هو وصاحبه انهم يهربوا ويأسسوا منظمه خاصه بيهم ويحققوا حلمهم للسيطره على العالم من وجهه نظرهم. وبيطلب من زوني تشوف خزنه جوزها السريه وهي هتتاكد من كلامه، وفعلا بتعمل كده. وكان فعلا بدأ هو وفشوى في تأسيس المنظمة بتاعتهم، بس للأسف مات. وبيعرفها انه مش هيسكت غير لما يحقق حلمه وحلم صاحبه ويعمل المنظمة ويكمل برنامج ام كي. ساعتها بنكتشف ان الخاين اللي في القلعة هي زوني، وهاني بتعرف شان وبتديله الدليل، وبتبقى هي اللي هربت فشوى من السجن. ساعتها فشوى كان في الملجأ بيحاول يروض أطفال جديدة، وده علشان يضمهم للمنظومة، بس بيوصل باني وبيضرب اللي تحت، وبيطلع لفشوى وبيقول له مش كفاية كدب بقى وضحك على الاطفال دول، مش كفايه اللي عملته معايا ومع غيري. فبيقول له فشوى انا مش قلت لك مش عايز اشوف وشك تاني؟ فبيقول له اللي انت عايزه معايا، وطبعا كان قصده على قطعه الارماده. ساعتها بيوصل شان عند زوني وعرفها ان مقبوض عليها بتهمه الخيانه العظمى. وساعتها باني بيوري القطعه لفشوى بس بيفجرها، وبيقول له اللي انت كنت عايزه من هاني وبنتي خلاص راح، وبيطلب منه ينساهم كلهم، وعرفه انه عايز يعيش حياه هاديه بعيد عن المشاكل يا اما هيقتله. وفي الوقت ده كيدي كان قاعد مع مرات تشاكو، وده علشان عايز يعرف هو فين وباقي الفريق. ولما بتجيب الشاي بتلاقيه فاتح الكمبيوتر بس بيبص لها بنظره كلها رعب. ولما بيطلع بره بيشوف ابنها. بعد كده بيكلم ناكل اللي عرفه ان فشوى قرر يوقف مهمه القبض على الفريق، فبيقول له فشوى خرف وطلب منه يسمع كلامه وينفذه هما المهمه. بعد كده بنشوف ناديه وهي ماسكه سلاح وبتشوف ابوها، بس بتقول له لو قربت هضربك بالنار. بس والدتها بتيجي وبتعرفها ان ده باني والدها، بس هي مش بتبقى لسه واثقه فيه وبتسلم عليه بالعافيه. وفي الوقت ده بيوصل كيدي والعصابه عند لودو، وده بعد ما عرف مكانهم من جهاز تشاكو. بس لودو بيفجر الاجهزه وبينط من المبنى وبيركب عربيته وبيمشي بشياكه. وهنا ناديه بتوري ابوها الفيلم اللي مثل فيه هو والدتها، وبتبقى حافظه المشاهد اللي ظهروا فيها وبيتفرجوا عليه. بعد كده بيوصل تشاكو البيت بس مش بيلاقي مراته وابنه، وشكل كده كيدي قتلهم. وواحد بيعرف كيدي انهم وصلوا لموقع باني، وده بعد ما فكوا شفرة الأجهزة بتاعة لودو اللي ساعتها كان في أوضة وبيعرف اللي حصل. وبيبلغ باني واللي بيعرف هاني إن كيدي شغال لنفسه دلوقت لأن فشوى وعده هيسيبهم، وكلمته بتبقى سيف على رقبته. وباني بيعرف بنته إن هو ووالدتها بيحبوها وهيعملوا المستحيل علشان يحموها. ساعتها بتوصل العصابة للقصر، وهاني بتطلب من أخوها ياخد بنتها للحمام القديم، وبتقول لبنتها أنت إيه؟ فبتقول لها شجاعة وجسورة، وبتسألها أنا بالنسبة لك إيه؟ فبتقول لها والدتها ومش
ومش هتسمح ان يحصل لها اي مكروه او حد يلمسها. بعدها بتروح هاني تحضر نفسها مع بطلنا، وهنا بتبدأ اخر عركة في المسلسل بتاعنا، وضرب النار بيشتغل وهركليز وزينة بيبقوا واقفين وقفة اللهم لا حسد، وجوه باني بيرمي قنابل وعلى اعدائهم بيقوم هو والمدام وبيحكموا عليهم بالاعدام. والميكس اللي بيعملوه كان حاجة احلى من الخيال، وبيخلصوا على اللي في المكان، بس ابطالنا بيتفرقوا علشان يهربوا، وبتقدر هاني تخلص على 3 ومش بيتبقى غير هي وناكل اللي بيديها خرطوشة بيطيرها، بس بالسكينة بتروقه وبتخلص عليه. وباني بيجي يطمن عليها، والقميص الواقي بيبقى حماها، وبيجروا في مكان والعصابة بتجري وراهم، بس باني بيرمي عليهم قنبلة وبيفجرهم، وبيروحوا ياخدوا بنتهم وبيمشوا. وكيدي بيشوف ناكل وكان زعلان جدا عليه. وفي الطريق الدنيا بتبقى هادية لحد لما بيظهر لهم عربيتين، وطبعا مش عايز اقول لكم عملوا ايه، اكيد عملوا معاهم الصح يعني، بس عربيتهم بتتخبط في حيطة، وفجأة بتظهر عربيات تانية، فباني بيطلب منها تاخد بنتهم وتطلع على المركب وهو هيخلص الموضوع ده ويحصلها. فبتقول له انت عارف لو ما جيتش ورايا هدور عليك المرة الجاية واقتلك، انت فاهم؟ وبياخدوا بعضهم وبيمشوا، وبمسدسه بيوقع العربيتين وبيخلص على اللي فيهم، بس ظهر كيدي واللي بدأ يديله، بس باني بيكسر عينه، والاتنين بيدمروا بعض حرفيا، بس كل واحد بيضرب التاني طلقة. ولما بيفوقوا باني بيقول له ضحك عليك وفهمك انك ابنه زي ما كان مفهمني، وبيعرفه ان دي خطة فشوى علشان يسيطر على رجالته، وده علشان يقدموا له الطاعة والولاء. وبيبقى كيدي واخد طلقة في رقبته وباني واخدها في بطنه، بس كان فاضل 10 دقايق والقوات توصل وتخلص عليهم. فكيدي بيقول له امشي وروح لعيلتك اللي مستنيينك، اللي ساعتها كانوا واقفين على نار وخايفين عليه جدا. واخر مشهد في المسلسل بنشوف ابطالنا واقفين بيبصوا للكاميرا، وشكلنا كده داخلين على موسم تاني، بس لحد هنا بينتهي الموسم الاولاني، واكيد انتوا شفتوا المجهود المبذول فيه. علشان كده بتمنى من حضراتكم تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا.